قالوا عليها قرية الأشباح، قرية مهجورة في مصر بقالها سنين طويلة ورجعت تاني تتصدر الترند. البيوت فيها بتنهار حرفيا ومش باقي منها غير شوية أطلال. ناسها وأهلها هجروها من سنين، لكن ازاي دلوقتي اتحولت لواحدة من أشهر المزارات السياحية في مصر؟ لو انت من عشاق المغامرات خليك معانا في الفيديو ده واحنا بنقولك حكاية قرية أم الحويطات. قرية في مصر لو فكرت تزورها لأول مرة هتحس إنك جوه فيلم. أيوة، دي قرية أم الحويطات. القرية موجودة في الصحراء والبيوت اللي فيها مكسرة ومهجورة وجدرانها كلها متشققة والأسقف واقعة من سنين. فيها مأذنة بتاعة جمع شاهدة على تاريخ طويل لناس عاشوا في القرية دي. بس يا ترى القرية دي ليه ناسها هجروها وإيه اللي خلاها تتحول لقرية أشباح؟ قرية أم الحويطات موجودة في عمق الصحراء الشرقية المصرية وعلى بعد 27 كيلو متر من مدينة سفاجة. قصة القرية دي بترجع لسنة 1902 أيام الاحتلال البريطاني لمصر. في الوقت ده كان في مهندس بريطاني اسمه أندي جه مع فريق جيولوجيين عشان يدوروا على المعادن حوالين سفاجة. فجأة اكتشفوا إن المنطقة مليانة فوسفات، وده طبعا معدن مهم جدا بيستخدموه في صناعة الأسمدة. الموضوع ما كانش بسيط لأن أندي فهم إن وجود الفوسفات قريب من البحر دي فرصة اقتصادية ضخمة للمنطقة دي. من هنا بدأت فكرته وهو إنه يبني قرية كاملة عشان العمال اللي هيشتغلوا في المناجم، قرية متكاملة فيها كل حاجة عشان استخراج الفوسفات يستمر بكفاءة ولسنين طويلة. فعلا بدأت القرية تكبر وتتشهر جامد، والعمال اتلموا في كل محافظات مصر لحد ما وصل عدد السكان في عز ازدهارها لحوالي 16,000 نسمة. تخيل ان الرقم ده كان موجود في قرية وسط الصحراء ناسها بتشتغل وبتتعلم كل يوم وكمان بتكسب دهب. القرية ما كانتش مجرد بيوت وخلاص، لا دي كانت مجهزة بكل حاجة فيها، شبكة مياه نظيفة عشان يشربوا منها وبيستعملوها يوميا، كمان حصص تموينية بتتوزع على الاهالي كل شهر فيها دقيق وبقوليات وزيت ولحوم وكيروسين ينوروا بيه بالليل جوه البيوت، مدارس للاولاد ومستشفى صغيره للناس، مساجد للعباده لسه موجوده لحد دلوقتي. كمان اتبنى خط سكه حديد بيربط القريه بميناء سفاجه عشان يسهلوا شحن الفوسفات لانجلترا. القريه في الوقت ده كانت تعتبر نموذج للقرى الصناعيه الحديثه، لكن بعد ثوره 23 يوليو 1952 وخروج الاحتلال البريطاني الاداره بقت مصريه في القريه دي، وشركه فوسفات سفاجه هي اللي مسكت الموضوع. استمر الشغل في المناجم سنين طويله لحد التسعينات، وبعد كده المناجم اتقفلت والشركه سكرت ابوابها. دي بقى كانت النهايه، الناس ما قدروش يفضلوا عايشين من غير شغل فقرروا انهم يتفرقوا، وفي ناس منهم اخدوا وحدات سكنيه جديده في ام الحويطات الحديثه كنوع من المكافاه على سنين تعبهم. الباقي ساب المكان بشكل نهائي، لكن لحد النهارده القريه موجوده. صحيح كل اللي فيها هو بقايا جدران البيوت اللي بتحكي عن تاريخ الناس اللي عاشت في القريه دي، لكن كمان في مأذنه واحده من المساجد المشهوره لسه موجوده في القريه دي. اللي بيميز القريه دي كمان هي الطبيعه اللي حواليها واللي ليها سحر غريب. القريه في قلب صحراء وحواليها جبال وتلال رمليه، والجو في هدوء غريب يخلي اي حد يزورها يحس بالانبهار. المنطقه بقت مناسبه جدا للسياحه والمغامرات، وده اللي بيحصل دلوقتي. ام الحويطات اتحولت لمزار سياحي لعشاق السفاري والمغامرات الصحراويه. السياح بييجوا يتمشوا وسط البيوت المهدوده وبيكتشفوا ازاي الناس كانوا عايشين هنا، يدخلوا المسجد التاريخي يصوروا لحظات الشروق والغروب اللي بتخلي المكان ساحر بشكل مدهش. في كمان رحلات تخييم بتتعمل وسط الصحراء حوالين القريه، واوقات يشوفوا نباتات صحراويه نادره او حيوانات صغيره متأقلمة مع البيئة دي. قول لنا، سمعت عن أم الحويطات قبل كده ولا لأ؟